اهلا بيكم مره تانية. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الصور دي. في الفيديو ده كمان هقول لكم على موقع عادي جدا بيقرا ملفات البي اس دي والاي اي بتاعه الفوتوشوب والإليستريتور. موقع الكتروني مش برنامج. وهناخد بعض الاسئله اللي جات لنا من الحلقه اللي فاتت، برضه في اخر الفيديو هجاوب عليها. الاول انا عندي هنا نزلت صورة الحجارة على الفوتوشوب اوريدي جاهزة. يعني اولا ان احنا محتاجين يعني نكروب الحجارة دي او نكروب حجر واحد منهم بس. تمام. ودي سهلة يعني بتتعمل عن طريق اي سيلكشن تولز من هنا. يعني تقدر ان انت تكروب اي واحدة منهم. انا اوريدي عملت كروب الحجر معين اللي هو دون اللي في النص ده، وتعمل له كده يبقى في لاير لوحده. تمام. ونبدأ في الخطوة التانية اللي فيه الحجر اللي احنا خدناه، هنعمله دوبليكيت بكوماند جي، او لو انت ويندوز كنترول جي، وهنخفي اللاير اللي هي الاصلي. يعني هيبقى معانا اللاير كوبي ده اللي هنشتغل عليه، واللاير الاصلي ده احنا بس هنعمل له ديسابير يعني، او اللي احنا هنخفيه بس مؤقتا. يعني اول ما يبقى عندنا اول لاير هنيجي هنا عند الايمج، هندوس عند الايمج وهنختار الادجستمنتس، وهنختار حاجه اسمها سيرز هولد تقريبا زي ما هي كده، هي 128 اوتوماتيك، وهندوس على اوكي. هيبقى عاملينها بالشكل ده. بعد كده هنجيب ماجيك اريزر تول، نتاكد ان احنا شايلين التشيك هنا على الانترايز والكونستيجيوس. بعد كده هنكليك على الابيض من الصوره، هنلاقيه. شوفوا معانا الفرق. هنيجي هنا نقوم مفعلين الفيو بتاعت اللاير التانية. هنيجي عند اللاير الاولى، ندوس لاير ستايل، نختار الكالر اوفرلاي، ونختار لون ازرق، وندوس اوكي. تمام. ونيجي هنا عند اللاير الرقم 2، ودي برضو نعمل لاير ستايل كالر اوفرلاي، هتبقى بالشكل طبعا هنخليها هنا بقى العكس بقى، اوفرلاي. تمام. ونختار اللون يكون لون ده اللي هو زي فحلوقي كده شويه. تمام. ومعمول انها اوفرلاي. تمام زي الفل. يبقى بالشكل اللي قدامنا ده. وهنعمل جروب للي احنا عملناه اللي هو لاير 1 ولاير 2، نعملهم كوماند جي كده، عملنا جروب. نقدر ان احنا نكريت خلفيه، ودي صراحه سهله جدا. بتكريت خلفيه من هنا باللون اصفر عشان برضو يكون نفس اللي احنا شفناه في الصوره اللي هي في اول الفيديو. تبدأ تعمل انت دوبليكيت للصخر ده كل ده، وبيطلع معاك بالشكل النهائي اللي كان معانا في الفيديو. في سؤال جالي من الحلقه اللي فاتت بيقول عايزك تتكلم على الذكاء الاصطناعي في الإليستريتور. طيب تمام. فعلا الذكاء الاصطناعي في الفوتوشوب هو الاشهر طبعا، ان انت تقدر تغير الباك جراوند والحاجات دي. ولكن فعلا في الالستريتور الذكاء الاصطناعي برضه حطوه من ناحيه ان انت تقدر تكريت صور فيكتورز مثلا، او ان انت تغير في الصوره او اللوجو اللي انت مثلا مكريته اوريدي، تغير فيه بعض الحاجات عن الاي اي. هو اي نعم لسه بيتا تقريبا، لسه ما بقاش يعني بروفيشنال يعني او كده، يعني انت ما تقدرش تعتمد عليه 100%، ولكن يعني هو شغالين فيه. طيب بالنسبه يا جماعه للموقع اللي انا قلت عليه في اول الفيديو، اللي هو بيقرا ملفات الايلستريتور وملفات الفوتوشوب، وتقدر تedit كمان عليها طبعا. كل ده على البراوزر بتاعك العادي، على الموقع ويب سايت مش برنامج. الموقع ده اسمه فوتوبيا. هو ده الموقع بتقدر تفتح من عليه بي اس دي، تفتح من عليه الستريتور. طبعا بيقراهم هما الاثنين في نفس الويندو دي، وتقدر تedit من عليه، وتقدر كمان تسيف من عليه. اكيد طبعا هيبقى محدود مش زي الفوتوشوب او الالستريتور الاصلي. ولكن اهو يعني انت عايز تمشي الدنيا وانت مثلا في مكان بره، او مش معاك الجهاز بتاعك اللي عليه نسخه الادوبي وكده، تقدر انت تمشي الدنيا بيه. وصلنا للنهايه. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه، وتكتبوا اسئلتكم تحت في الكومنتس، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.